السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي العزاز، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد نشاركو معكم ان شاء الله. رغيف معمر تيجي زوين، تيطيب في الفران، تيجي فتي ومقرمل في نفس الوقت وشهي. نتمنى ينال الرضا ديالكم واعجاب ديالكم. مرحبا بكم كاملين، نشاركوه معكم اخوتي العزاز. تيجي بحال هذا الشكل، تيجي ما رقيق ما غليظ مورق. والحشو اللي غادي نديرو فيه تيكون بحال هذا الشكل، فيه الدجاج، فيه الفلفله والبصله، تيجي مقرمل. مرحبا بكم كاملين داخل الوطن وخارج الوطن. مرحبا بكم على التتبع ديالكم، اهلا وسهلا بالجميع. تتجي وصفه متكامله، فيها الدجاج، فيها الفلفله الداخل، فيها شويه البصله ولا طريه معها، وتتجي فيها خضيره اللي فيها الخس والمطيشه سوريز، وفيها ان شاء الله شويه ديال الخيار كما تتشوفوا. يعني ما تحتاجوا حتى شي حاجه اخرى. نتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. مرحبا بكم كاملين، اهلا وسهلا بالجميع. بسم الله على بركه الله. نبداو ان شاء الله نعجنوا العجين ديالنا ديال الرغيف. تنديروا شويه ديال الطحين نوع الممتاز رطب، وشويه ديال سبيسيال القياس اللي بغيتو، بلا عبر بلا والو. بحال دابا نص كيلو ديال هذا ديروا غير نص ربعه، غير شي شويه ديال سبيسيال صافي. وتزيدوا مليحه القياس اللي بغيتو صافي. وتبداو تخلطوا الخليط بشويه ديال الماء، سوا دافي سوا بارد ماشي مشكل صافي. وتتبداو تعجنوا. صافي تنجمعوا الخليط ونخليوه يرتاح، نرجعوا معكم ان شاء الله. نغطيوها بلاستيك غذائي ونخليوها حتى ترتاح ونرجعوا ليها. عندنا طريفه ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج بغيتو تشحروهم اولا تقطعوهم رقاق وعاد تشحروهم اللي بغيتو. المهم ديروا فيهم شويه ديال التوابل ومليحه وتشحروهم باش تفتوهم ان شاء الله. واحد جوج بصلات كبار تنشدوهم ونقطعوهم رقاق كما تتشوفوا، ونديروهم في المقله يتشحروا، ونضيفوا عليهم شويه ديال الزيت اولا الزبيده اولا اللي بغيتو صافي. وتشحروهم تضيفوا عليهم كذلك شويه ديال العطريه من بعد، وتحطوهم على جنب. تتقطعوهم تديروا ليهم هكا هادشي. نضيفو مليحه هنايا، ومن بعد غادي نضيفو واحد العطريه ديال الكاري تجي زوينه، فيها جميع التوابل، تجي لذيذه وزوينه. عندنا واحد 3 الفلفلات اللي بغيتو، الخضراء ولا الحمراء اللي بغيتو. هاد الحمراء تتكون زوينه وحلوه، نضيفو جوج ونضيفو وحده خضراء، نقطعوهم رقاق ان شاء الله، ونضيفوهم على البصله يتشحروا. نضيفو كذلك شويه د الربيع، كزبر ومعدنوس،
نضيفو العطريه ديال الكاري، فيها جميع التوابل، فيها السكنجبير، فيها الخرقوم، فيها الزبار، فيها المهم بزاف الثومه، فيها بزاف د الحوايج اللي مخلطه بلا ما نحتاجو نضيفو حتى شي حاجه الا الملحه. من بعد ما طابو تنطفيو عليهم البوطه ونخليهم حتى يبردوا. والدجاج من بعد ما يبرد غادي نفتوه، هو طاب ولا هشيش، غادي نفتوه مزيان وغادي نخلطوه مع هذا الخليط. نخلطوه مزيان صافي ونخليوه. احنا فتتناه مع الخليط، غنخلطوه ندوبو شويه ديال الزبده والزيت مع الزيت. العجينه ديالنا هي اللي طلقات. من بعد ما ارتاحت غنشدوها ان شاء الله، نقرصوها نشكلوها نرجعو معكم ان شاء الله. من بعد ما شكلناهم كريات غنبداو بهم كما تتشوفوا. ملي تشوفوا العجينه دايره هاد الفقاعات عرفوها بانها ناجحه 100%. هانتوما خوتي العزاز الفقاعات صافي تنبداو نشكلوا فيهم ونعمروهم. بعد ما تنورقوها تندير واحد المعلقه ولا جوج حسب القدر اللي بغيتو ديال الخليط. بغيتو تكثروا كثروا، بغيتو تقلوا قلوا، اللي بغيتو صافي. تنتنيوها نديرو شويه ديال الدهن وعاوتاني تنتنيو الجهه الاخرى بحال هذا الشكل. وحده الجهه نديروها هنايا والجهه الاخرى تنديروا ليها هكا صافي وتنقادوها. الله. صافي نستفوهم في الطاوه ونخشيوهم في الفران. نديرو شويه ديال الزيت، غير شويه ماشي بزاف، صافي ندهنوا لهم وجههم ونخشيوهم في الفران.
خوتي العزاز الطبق ديالنا هو هذا، الوصفه اللي تبعتو معنا. نتمنى تنال الرضا ديالكم والاعجاب ديالكم. تتجي على هذا الشكل مقرمله وطايبه على خاطرها في الفران، متكامله، فيها الدجاج فيها الخضره. نتمنى هذه الوصفه تعجبكم وبالصحه والراحه. شكرا لكم خوتي العزاز داخل الوطن خارج الوطن، شكرا جزيلا على التتبع ديالكم، على التشجيع ديالكم. تحياتي الكبيره لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.